في سنة 1973 في عز العشرية السوداء بالجزائر، كان في قرية صغيرة اسمها تازملت الشرقية، موجودة بين الجبال مش بعيدة عن ولاية بجاية. القرية دي كان فيها حوالي 230 شخص، ناس بسيطة، مزارعين وصيادين، عايشين حياة هادية جداً. في يوم 12 مايو وصلت دورية من الجيش الجزائري للمنطقة علشان توصل مؤن، لكن لما دخلوا القرية ما كانش فيها ولا بني آدم. البيوت مفتوحة، الأكل لسه سخن على النار، حتى الشاي لسه بيطلع بخار، كل حاجة في مكانها، بس الناس اختفوا تماماً، من غير صوت، من غير مقاومة، ومن غير أي أثر للهرب. الموضوع بقى لغز رسمي، والجيش عمل تمشيط في الجبال اللي حواليها، لكن ما لقوش جثة، ما لقوش أثر أقدام، ما فيش خبط ولا طلق نار ولا دم. بعد أسبوع لقوا قطة من القرية كانت مربوطة في حبل ولسه عايشة، بس العجيب إن الحبل كان مقطوعا كأنه اتقطع بنار أو كهرباء. التحقيقات استمرت شهور، وتسجلت القضية في الأمم المتحدة كاختفاء جماعي غير مبرر في شمال إفريقيا. الغريب، في سنة 2002 واحد من أهل القرى المجاورة قال إنه شاف نور قوي جدا في السماء فوق الجبل ليلة الاختفاء، وبعدها بساعات سمع صوت زي صفير طويل، وبعدين سكون تام. ما فيش حد عارف لحد النهاردة هل اللي حصل كان هجوم جماعي؟ ولا كارثة طبيعية؟ ولا فعلا حاجة مش من عالمنا؟ لكن المؤكد إن قرية تازملت الشرقية اتشالت من على الخريطة، ومكانها النهاردة مجرد أرض صخرية ما فيهاش حتى أثر لطب بيت.